السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيتك بإيدك. الصعيد، أول ما بتيجي سيرة الصعيد قدامنا بنفتكر إن أكبر نسبة فقر في مصر هي في الصعيد، ونقول ده أكيد طبعا هناك كل حاجة رخيصة، الأراضي رخيصة والعقارات هناك بتراب الفلوس، بس أصلا مفيش فلوس عشان يشتري العقارات دي. لكن الغريب بقى واللي لازم الواحد بيستغرب له فعلا ان الواحد ما بيتوقعش ان اسعار الاراضي هناك والوحدات السكنيه وصلت لمبالغ فلكيه بمعنى الكلمه، اللي وصفها البعض بالتانيه بعد مدينه دبي من حيث ارتفاع الاسعار. واحد يستغرب يقول لي دبي بتاعت الامارات؟ ايوه بالظبط. فمتخيلين ان في مدن نسبه الفقر فيها عدت 61% بتنافس دبي في اسعار العقارات. يكفي اننا نعرف ان سعر المتر في الصعيد في بعض المناطق بيتراوح من 80,000 ل 130,000 جنيه. أسعار جنونية محدش يتوقع إنها ممكن تكون في الصعيد، والناس هناك هتتجنن ونفسها تعرف السبب في كل ده إيه. تعالوا نفهم ازاي الاسعار ارتفعت بالشكل ده، وناخد مثال محافظة اسيوط. مشكلة الاسكان في مدينة اسيوط من المشكلات المزمنة من سنين طويلة، وده بيرجع لضيق مساحة المدينة مقارنة من نسبة السكان اللي فيها بجانب موقعها الجغرافي اللي محصور ما بين جبلين، وده اللي زود الأزمة أكتر. والسبب في ده إن البيع فيها بيتم بطريقة رأسية، ومفيش توسع أفقي يستوعب الطلب، فكل واحد بقى بيكسب في اللي بعده، مع عدم وجود بدايل في نفس المستوى تخلي الناس مش مضطرة تشتري الشقق دي بالسعر ده. من ناحية تانية فأسيوط بتعتبر قبلة لأهالي الصعيد كله، اللي بيقوموا بقى فيه من شراء احتياجاتهم من علاج فيها عشان مستشفى جامعة أسيوط، بالإضافة لوجود جامعتين هما جامعة الأزهر وجامعة أسيوط، وإن وجود عدد كبير من الطلبة المغتربين ده بيساهم أو خلى ارتفاع في أسعار قيمة الإيجار، وده اللي زود الطلب بقى على الشقق من حيث الاستثمار، وخلى أصحاب العقارات يتجهوا للبنى المخالف وتعلية الأدوار، طمع بقى في مكاسب أكتر وأرباح أسرع. والمتر هناك تخطى في شارع الجمهورية بس 120,000 جنيه، وبلغ سعر متر الشقة في نفس الشارع أكتر من 10,000 جنيه. وسجل المتر الشقق في شوارع عادية وممكن تكون في مخالفة من 5,000 جنيه ل 9,000 جنيه للمتر. من الأسباب الرئيسية اللي ساهمت في أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والأراضي بمدينة أسيوط هم مافيا العقارات، مستغلين بقى التساهل للأسف الحكومة وتحويلهم بقى من الفيلات التاريخية والبنايات القديمة الجميلة إلى أبراج فخمة بقى ذات طابع تجاري، وجنون الأسعار طال الأراضي الزراعية هناك كمان، فبرضه ارتفعت بشكل كبير خلال ال10 سنين اللي فاتت. سجل إيراد الأرض في بعض القرى والمراكز بتاعة أسيوط من 500,000 لمليون جنيه. ومن الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة الفقر في الصعيد واللي نتج عنها الزيادة الجنونية لارتفاع الأسعار العقارات، ضخ المستثمرين فلوسهم في الاستثمارات العقارية وشراء الأراضي وترك المشروعات الصناعية الكبيرة الإنتاجية اللي المفروض بإقامتها هتوفر فرص عمل للشباب. ومن محافظات الصعيد اللي بتعاني من نفس المشكلة محافظة المنيا. سعر متر الشقة في الشوارع الرئيسية وصل لحوالي من 5,000 جنيه ل 7,000 جنيه، وده كمان بدون تشطيب. وسعر متر الأرض وصل في بعض المناطق في مدينة مغاغة ل 80,000 جنيه. ده طبعا أدى لارتفاع أسعار الشقق السكنية، فسعر متر الشقة وصل من 3,000 ل 6,000 جنيه للمتر. والأسعار كمان بقى بتشملها كمان كل الشقق المخالفة، مش لازم كمان تكون مترخصة. وكمان بيتم اجراءات توصيل الميه والكهرباء للنوع ده من الابراج بشكل غير قانوني، ده غير طبعا التهرب الضريبي اللي هو حق المفروض الدوله في المبيعات والمشتريات العقاريه واللي بتتباع بملايين
الجنيهات. وفي أغلب الأحوال دول بيكونوا جمعوا ثروتهم بطريقة غير شرعية. زي بقى تقول لي غسيل أموال، ماشي، كمان استثماراتهم العقارية كمان بتعتمد على مص دم الناس واستنزافهم واحتياجاتهم الأساسية اللي هي السكن. والأغرب من ده كمان إن مافيا العقارات بيبقوا معروفين لجميع المسؤولين في المدينة ومحدش بيكلمهم، رغم إن هم المتسببين رقم واحد في رفع أسعار العقارات. وتبقى أغلى أسعار عقارات على مستوى الجمهورية في أفقر مدن في مصر. ونتج عن ارتفاع أسعار بيع العقارات إن الإيجارات طبعا ارتفعت كمان، ووصلت قيمة الإيجار في بعض المحلات التجارية جوه المدينة مثلا في أسيوط تخطت 100,000 جنيه شهريا. وده أثر طبعا بالسلب عن الحركة التجارية في المدينة، وبرضه بالتالي ارتفاع أسعار المعروض من العقارات. في دراسات كتير اتعملت لحل الأزمة السكانية في أسيوط. الدراسات توصلت إلى أن المساحات المحيطة بمدينة أسيوط والصالحة للبناء من الجهة الغربية بس تستوعب 3 أمثال سكان المدينة الحاليين، وتعادل 10 أمثال مساحتها الكلية. وده اللي المفروض هيحقق تنمية في المناطق دي، وهيؤدي لخفض أسعار الوحدات السكنية ودعم المناطق الصناعية وخدمة النشاط السياحي والحفاظ على الرقعة الزراعية، وكمان الحد من انتشار العشوائيات وتوفير مساكن للشباب وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين أسيوط والمحافظات اللي جنبها، وفتح بقى المفروض آفاق جديدة للاستثمارات. وبكده اتولدت مدينة أسيوط الجديدة، وكمان زيها سوهاج الجديدة، بس للأسف يا فرحة ما تمت. مدينة سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة من المدن اللي طرحتها الدولة سنة 2000 عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية كأحد الحلول السريعة والقوية لارتفاع أسعار السكن عامة، وكانت تابعة لمبادرة ابني بيتك اللي بتدي فيها الدولة المفروض الأراضي بأسعار بسيطة، وبيتم التقسيط باقي المبلغ على دفعات في مدينة سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة. سوهاج الجديدة الأول بتبعد عن المدينة 18 كيلو عن المدينة الأم، وأسيوط الجديدة نفس القصة 12 كيلو عن مدينة أسيوط. وطبعا دي فرصة حلوة جدا لمحدود الدخل، فجريوا وحجزوا وحداتهم السكنية والأراضي. لكن الصدمة الكبيرة للأسف إن طلع مفيش بنية تحتية أساسية من مياه شرب عادية، صرف صحي، كهرباء، خدمات طرق، مراكز شرطة لتأمين السكان. وفضلت المدينة لمدة 16 سنة لوقتنا ده في ظلام دامس ما بيسكنهاش غير الأشباح. ده غير إن الطريق من سوهاج أو أسيوط للمدينة ده طريق زراعي ومش سليم، ومن أخطر الطرق في المحافظات عامة في الصعيد، وبيحصل عليه حوادث كتيرة. وده أدى السنة اللي فاتت لمصرع 11 طالب مثلا في حادثة بسيطة في سوهاج السنة اللي فاتت، رغم ان هم قرروا المفروض ينتهوا من أعمال الطريق الجديد، إلا أن أسلاك الضغط العالي بتعترض الطريق ده وبتعوق حركة مرور العربيات والأتوبيسات. نفس الكلام بالنسبة لطريق أسيوط اللي توفى عليه في خلال سنة 30 مواطن وبس. خلال 3 شهور اللي فاتوا تم تعديله، ونتمنى انه يكمل ويتطور اكتر. رغم كل اللي فات ده، فالاكيد ان مفيش اي حل لمشكلة الاسكان غير تعمير اي ظهير صحراوي تم طرحه في اي محافظة. وده مش هيكون غير بتوفير بنية تحتية للمدينة دي، سواء من مرافق عامة زي الصحة والمواصلات والتعليم بكافة مراحله، مدن صناعية لتوفير فرص عمل. ونتمنى ده يحصل في أسيوط الجديدة. أسيوط الجديدة. تقع أسيوط الجديدة شرق النيل على طريق القاهرة سوهاج،
على مسافة حوالي 15 كيلو متر من مدينة أسيوط، ودي تعتبر مسافة كويسة كموقع لمدينة جديدة. تعالوا نشوف مدينة 6 أكتوبر، تقع حوالي على مسافة 32 كيلو متر من مدينة القاهرة. مدينة العاشر من رمضان على مسافة حوالي 50 كيلو متر من مدينة القاهرة. مناخها، أعلى درجة حرارة سجلت لأسيوط الجديدة كان 44 درجة صيفا وقت تعامد الشمس، وده نفس متوسط درجة حرارة المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة. المياه، أسيوط الجديدة بتتغذى عن طريق مأخذ ومحطة تنقية بطاقة 26,000 ل 52,000 متر مكعب، بالإضافة لشبكة مياه تم تنفيذها بطول 207 كيلو متر، وده ما يخليش في أي مشكلة في المياه العذبة في أسيوط الجديدة. بالإضافة لصرف مياه الصرف الصحي بيتم صرفها على محطة أبنوب الفتح، بالإضافة لتم تنفيذ شبكة صرف صحي بطول 144 كيلو متر. الكهرباء، تم تنفيذ شبكات كهرباء بطول 613 كيلو متر، بالإضافة لمحطة طاقة بقوة 50 ميجا واط. الطرق، تم تنفيذ شبكات داخل المدينة وخارجها بطول 176 كيلو متر مربع. الاتصالات، تم تنفيذ شبكة اتصالات بطول 28 كيلو متر مربع. الإسكان، بلغ معدل الإسكان في أسيوط الجديدة حسب موقع هيئة المجتمعات العمرانية ب 29,820 وحدة. 5,218 نفذت من قبل الهيئة، 7,584 جاري تنفيذها. 17,000 وحدة نفذت من قبل القطاع الخاص، 5,219 بمنطقة ابن بيتك، بمعدل إسكان 750,000 نسمة. قطاع الخدمات، في أسيوط الجديدة 10 مباني تعليمية، 9 مباني خدمات صحية، و8 أسواق تجارية، و4 مساجد وكنيسة، و11 مبنى خدمات اجتماعية، و8 مباني خدمات عامة، بالإضافة ل10 مباني نفذت من قبل القطاع الخاص، و12 مبنى جاري تنفيذهم. الاستثمارات من قبل الدولة في أسيوط الجديدة، بلغت الاستثمارات في قطاع الإسكان ل 460 مليون جنيه، قطاع الخدمات 250 مليون جنيه، قطاع المرافق 1321 مليون جنيه، وقطاع الزراعة ل 20 مليون جنيه. يعني أكثر من 2 مليار ونص انفقت من قبل الدولة على أسيوط الجديدة على مدار 15 سنة، ناهيك عما تم إنفاقه داخل مدينة أسيوط الجديدة من أهل أسيوط. وهديكم بعض الأرقام لبعض المناطق داخل المدينة. منطقة ابن بيتك فيها 5000 مبنى، مساحة المبنى 75 متر وبياخد 4 أدوار. لو هنتكلم في 1500 جنيه المتر لتشطيب تحت المتوسط، يعني المبنى بيتكلف 450,000 جنيه. يعني احنا بنتكلم في مليار 250 مليون داخل منطقة تحت المتوسطة. منطقة رجال الأعمال فيها 1100 قطعة أرض، متوسط مساحة القطع فيها 400 متر، والمبنى مكون من بدروم و5 طوابق. يعني لو بنتكلم في تشطيب تحت المتوسط 1500 جنيه المتر، ف4 مليار جنيه فقط في منطقة رجال الأعمال، ناهيك عن أرض المخصصة لجامعة أسيوط اللي مساحتها 220 فدان، يعني مليون متر مربع. لو هنتكلم في تكلفة المتر للبنية التحتية فقط 250 جنيه، يعني 2 مليار 250 مليون فقط في الأرض المخصصة لجامعة أسيوط. حي الزهور، حي الفيلات، المرحلة العاجلة، بيت العيلة الأول والثاني والثالث، أراضي شمال الجامعة، التوسعات الجديدة والرحاب، انفقت ملايين وما زالت تنفق حتى الآن. الحلول، أحد أهم حلين لحل مشكلة أسيوط الجديدة في المرحلة الحالية هي أولا حل مشكلة طريق أسيوط الجديدة، وده عن طريق حاجتين: إما عن طريق إنشاء كوبري مشاة أعلى مداخل القرى، أو كوبري علوي للسيارات أعلى مدخل كل قرية، وده هيخلي الساكن يبلغ مسكنه لو ماشي على سرعة 90 كيلو متر في الساعة في ظل 15 دقيقة. الحل الثاني هو نقل المصالح الحكومية الهامة اللي من طبيعتها بتحتاج تكون خارج المدينة، زي مبنى المرور والسجون.